يا ابن الكلب يا واطي. طب هو واحد عامل بتاع بيتكلم فيها شتمني انا؟ اوريك بقى انا خيري عليه وعلى الزمالك وكل اللي اتعمل في النادي ده بفلوس مرتضى منصور، مش زي ممدوح عباس ضحك عليكم. كل اللي دفعوا جبت لكم ورق 20 مليون، انا دافع 200 مليون. كل اللي شايفينه في النادي ده هو كان في بيني وبين محمود الخطيب ده اي مشكله في الدنيا؟ ده جميع افراح عيالي حضر فيها عشان الزمالك اللي سجاده حمراء، ودلوقتي بتشتموه. خد مننا زيزو، خد زيزو في البزازه، اصل خد زيزو حطوا له البزازه في بقه. ودي مناسبه، انا لو مكان زيزو وابويا اتشتم اقسم بالله العظيم ما يكفيني مش ممدوح عباس 100 ممدوح عباس ونحميه واضربه في الجسم. ده راجل جوه النادي، زيزو وابوه ووالده راجل مدرس الصعيد داخلين عشان يمضوا. كلام ما عجبش اطلع بره، طبعا بيتفتف على نطلع اطلع بره. ايه القرف ده؟ طب يا ريته اكتفى بكده بقى. ده راح منزل بوست، هو انت جاي تتاجر في ابنك؟ ده انت تاجرت في مصر كلها يا ممدوح. استناني المؤتمر الجاي هوري مصر كلها انت عملت ايه. لا بعد اذنك ممكن تقول دلوقتي انا مش قادر استنى المؤتمر اللي جاي. رجع مرة تانية كان عليه واحدة فوق يا خطيب كانت توقع الريموت من على الترابيزة. قول يا ضاضة وسمعنا كلامك حلو له معنى. كمل يا اخوي. استناني العقارات. ودي برضه طيب زيزو راح جاب محمد استاذ عبد العزيز اشرف عبد العزيز. هو احنا بنشتمه ليه؟ مش ده اشرف عبد العزيز اللي كان دراع اليمين ممدوح فتوح، اللي انا وهو رحنا لفتوح الاسم والنيابه والمحكمه تمام، وانت يا حسين يا لبيب والسليمان والشيخ كل واحد جاي كلهم ليهم دورهم يعني. فمحدش فيكم يعدي من مارينا للاسم دمه. تشتموا ليه؟ وقله ادب وسفاله وزيزو والبت الصايعه. انت غيرت اسمك ليها صايعه. طب انقطاع مع المستشار عن الحضور انا مش في مؤتمر صحفي وحضرتك اتفضل اطلع بره. ماشي خلاص. لا مش مؤتمر صحفي، لا اطلع بره صراحه. لا يعني انت بيستك ايه عن الناس؟ طب انا التسلسل اللي انا بقوله عملتها عشان حضرتك. انت منين؟ من جنة اصلا. بقول لي كده خلاص. بس اوعى تكون طبعا ريري. لا بعد ريري ما عادش عنده الا البكابورت اللي ورا اللي قدامها باظت. عارفين بقى ايه كده ولا كده؟ لا مؤاخذه يعني. لا مؤاخذتك معاك يا اخوي. الراجل بيتكلمنا في تفاصيل قال لك ما عندش بكابورت ورا بقى عنده بكابورت قدام. انا بعد الكلام انت بتقول انا بقى عندي بكابورت ورا ولا بقى عندي قدام. يشتم زيزو ده زفت ابوه وسخ. مين انت يا صايع؟ يا صايع يا بتاع الشرابيه. شرابيه محترمه عنك بس للاسف البت دي يخش لها عيال اصل بتشتم وتقعد تعمل ده انت سنتك سودا. ده احنا جبنا التاريخ من اوله لما كنت بالشنطه بتلفي على الكاميرات مش لاقي مكان تنام فيه. انت بتتكلم اسم الزمالك؟ انت يا صايعه يا جماعه. البت دي شتمه رئيس الجمهوريه، شتمه شتيمه. البت الصايعه الصايعه كلكم عارفينها. خليكم صورتها دلوقتي مجرمه والله العظيم بشنطه هدومها. الراجل ده عنده معلومات سريه لدرجه ان انا في بوكسر اسود بتاعي مش لاقيه، وانا متاكد هو الوحيد اللي على كوكب الارض اللي يعرف هو فين. تتكلم في 8 في 10 12 14 15 المانع ان انا افكر فيه تمام. المانع ان انا افكر فيه، لكن حته يعني اصل احنا ما اعرفش ايه والكلام ده ما بيحصلش والكلام ده لا ما حصلش وما جاش وما يتنقش ويترفض. دي حاجه حلوه كده. دي حاجه حلوه ان لعيبتك يبقى طبعا دي حاجه على فكره جميله جدا. معناها ان انت بصيت صح وشفت صح. ويجي لي مثلا والله 12 مليون دولار مثلا في امام عاشور 12 مليون دولار خلاص. ما انا اوكي هي الفكره كده تبقى بقى عندي دخل كويس قوي. ايوه تمام. بس التوقيت برضه يعني اناقشه امتى؟ اناقش الموضوع ده امتى؟ واخد فرصه شويه ان انا اجيب يعني ما شاء الله ممكن اجيب لعيب صغير، ممكن اجيب لعيب طبعا لعيب حاجه يعني حاجه كواليتي مع النادي الاهلي. برافو عليك. فجرت الموهبه مع النادي الاهلي يعني طبعا عشان بس ما حدش يقول ان ده تلقيح لحاجه. لا بالعكس مع النادي لا كان لعيب كويس قوي. كان لعيب كويس بس لا ده لكن الانفجاره الحقيقيه انا معاك حته تهديفيه وكده في الاهلي. طيب كابتن اسامه التوقيت دلوقتي ان انا ادخل مع امام
اتكلم معاه في تعديل عقد في ظل وجود زيزو بمبلغ كبير جدا. هو اللي بيعمله الاهلي مش تعديل عقد، امال ايه؟ هو تمديد عقد. ايوه تمديد عقد. يا باشا تمديد عقد ايه؟ ده جاي له عرض من نادي نيوم السعودي ب5 مليون دولار في السنه، اعاره سنه ب5 مليون دولار، يعني فوق النهارده ال 250 مليون جنيه. خطيب بيقول له هديك 25 مليون. ما كفايه ضحك بقى. كنا بنلعب الزمالك الماتش الاخير، احنا التعادل يكفينا نفوز ببطوله الدوري العام. كان بيلعب قدامي حشيش، كنا بنسميها زمان ليبرو زي كده، ما كان ليبرو الاول، ده تقدرش تقول ليبرو ولا سردباك، تبقى عيب. 3 مدافعين. تقول مدافع يعني. 3 مدافعين. فجينا ربنا اكرمنا، كان الكابتن طه اسماعيل، ده موسم 86، فسجلنا هدف، فالزمالك تعادل، فروحنا سجلنا هدف تاني، احنا يكفينا التعادل. انا اول مره اقول بالاسماء يا جماعه ومحدش يزعل مني يعني، وحشيش حي يرزق يعني. فكان كابتن جمال عبد الحميد ساعتها موجود في الملعب بيلعب مع الزمالك، وكان بقى لما الزمالك جابوا الجون وجمال انت عارف راح للجمهور وقعد يشاور لهم وبتاع شغلانه حقه طبعا يعني. فالمباراه قاربت على الانتهاء واحنا كسبانين يعني. فجه جمال قال لي انا وحشيش بقى كده يا كابتن جمال، ما كانش العشم امال دقنك والزبيبه دي على ايه؟ بيتكلم شوبير في تفويت، الراجل ده ما عادش امن على حاجه، ده قال الحكايه لمصر كلها اهو، ده هنا وده هنا اهو. تعرف جمال ايه اللي هو ايه الناعم كده يا جماعه، انتوا التعادل يكفيكم، ف يعني خلوها 2-2 وانتوا هتاخدوا الدوري ويبقى احنا ما خسرناش وبتاع. انا فاكر ساعتها حشيش قال له ايه كويس يعني ساعتها في الملعب يعني، فاكر كويس جدا يعني. ولا روح العب كده بالشكل ده. وحتى انا بحب جمال يعني، وجمال لعيب كبير، قلت له خلاص يا حشيش، قال ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله ده والكلام مش عارف يسمعه، وكسبنا يوميا 2-1. لكنه كنا في تشالنج، في تحدي ساعتها، انه زي ما بيقول الكابتن يعني التعادل يكفينا امام الزمالك. انتوا تصفوا مع بعض بقى عشان ده ما بيبلش بقه فوله. عبد الله السعيد باقي ان شاء الله باذن الله، باذن الله يكون موجود باذن الله، موجود مستمر مع نادي الزمالك ان شاء الله، ودي حاجه كويسه. طبعا عبد الله اسم كبير وخبره كبيره جدا، واحنا عندنا زي ما قلت لك قبل كده تواصل اجيال يعني، من زي محمد السيد، فما طالع في محمد شحاته. هو محمد السيد موجود؟ موجود مكمل يعني. مكمل هيجدد. لسه كان في المنتخب لسه مخلص. ايوه انا عارف هيجدد يعني، هتجددوا له ان شاء الله، لان هو عقده بينتهي الموسم. عندنا ثقه في لجنه التخطيط يعني تخلص كل الامور دي كلها يعني. هو في لجنه تخطيط؟ موجوده طبعا، امال ايه؟ زي ما هي يعني. موجوده، وهي اللي بتدير وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتتكلم مع الناس وبتخلص كل حاجه وبتعرض على مجلس الاداره يعني. طيب بالنسبه للصفقات الجديده يعني شفنا رقم كبير جدا، عادل بولبينا النجم. كل السوشيال ميديا دي ما تتكلمش. احنا عندنا دلوقتي يعني انا كنت امبارح انا في زياره للفريق امبارح، انا والدكتور حسام ممدوح امين الصندوق ومحمد طارق عضو مجلس اداره. كويس. ده هممنا، احنا عندنا بطوله، بطولتين الاساسيتين يعني بطوله الكاس دي مهمه جدا، بطولتين اساسيين لمصر، الدوري والكاس. الدوري يعني الزمالك خلاص مش موجود فيه، عندنا ماتشين فيهم بس يعني يكون اعداد لمباراه الكاس. اراهنك على اعز ما املك ازازه الميه دي ان الزمالك هيكسب بيراميدز في ناكس. انا عارف ليه. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، اتاكد ان مدينا لايك ما تيجي فيديو، مش شارك في قناه مجرس فعل لكل الشرح في كل مكان، لايكات. ولا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. ما بيضايقنيش خالص يعني، في عرض بيجي للعيب ده وضع طبيعي جدا يعني. لعيب بيلعب في الاهلي، لعيب بيلعب في الزمالك، له امكانيات وله قدرات، والحقيقه هو عامل موسم ممتاز صراحه يعني. يعني افضل لعيب الموسم ده في النادي الاهلي هو امام عاشور، وافضل لاعب في الدوري هو امام عاشور، عشان نبقى يعني واضحين جدا يعني. فوضع طبيعي ان هو يجي له عرض، ويجي له عرض كويس جدا يعني. المبدا نفسه ما بيضايقنيش ابدا يعني، لكن توقيت المناقشه ممكن يبقى مهم قوي 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 ان انت تحطه في وقته الصحيح. الاهلي عنده مباراه مع فاركوم، مباراه حاسمه وفاصله ورئيسيه بشكل رهيب عشان الموسم ده، ان انت تاخد الدوري اللي قربت منه يعني. وبعديها هتشوف هل العرض ده مناسب مثلا لامام وامكانياته وقدراته وما قدمه امام عاشور الموسم ده، وعرض ما يترفضش كمبدا. الاهلي صحيح مش نادي استثماري بشكل رهيب يعني ياخدوا فلوس ويطلع فلوس وهكذا. الاهلي في المقام الاول هو نادي بطولات، والا ما كانش راح جاب زيزو وتريزيجيه والناس دي كده فلوس كتير. تمام. لكن برضو الفكره نفسها، الخروج والدخول انا بحبها بالمستوى الشخصي، انا بحبها ان اللعيب يخرج واللعيب يدخل، لان انت بتدي فرص لناس ثانيه. والبوزيشن ده ممكن يبقى في ناس موجوده، ممكن ما تبقاش بنفس درجات امام عاشور، لكن ممكن ناخده من ورا امام عاشور لو العرض جدي فعلا.
يا باشا انا عندي مروان عطيه وعندي الي دانج وعندي محمد علي بن رمضان وعندي محمد مجدي قفشه وعندي احمد نبيل كوكا وعندي ناس كتير تلعب في الحته دي سريه. بس برضه الواد امام 250 مليون دولار ونبيع. الرابطه شرعيه ولا مش شرعيه؟ شرعيه. ليه شرعيه؟ اسالني يقول لي ليه شرعيه؟ ليه شرعيه؟ الله، مش انت يا ابراهيم كنت بتقول ان هي مش شرعيه؟ بالظبط. مش الانديه راحت اتصورت معاها في بدايه الدوري؟ تمام. اهلي وزمالك دول اتكلم يقول لك بعيدا عن النادي الاسماعيلي. انا بقول لك مش بعيدا عن النادي الاسماعيلي. ليه بعيدا عن النادي الاسماعيلي؟ النادي الاسماعيلي دخل امتحان وما نجحش في الامتحان، لازم يتعاقب. هو يا جماعه طب ما هو الاسماعيلي هبط السنه دي؟ الاسماعيلي هبط السنه اللي فاتت وقبل اللي فاتت. وكان اخر ماتش ويلا شدوا حيلكم يا رجاله. لا انا كده مش بسنده، انا بعاقبه ان كده هيقرر السنه الجايه. طب لو طلع ال 21 الدوري السنه الجايه هتعمل ايه؟ هتخلي الدوري 61 نادي؟ ده اللي بيحصل، دي مهزله. قصه الغاء الهبوط دي مهزله. هتقول لي الانديه مش من حق الانديه. هو انا ادخل امتحان زي امتحان الثانويه العامه ده وبدي الطالب او الطلبه هم اللي يصححوا ويدوا النتيجه ناجح؟ هيقول لك ناجح. لازم اي مسمى تاني. بس العلاقه ما بين الرابطه والانديه مش زي علاقه اللي بيحط الامتحان والممتحن. لا ما هو كده، ما هو الانديه قالت لك ماشي الهبوط. الرابطه بتشتغل المفروض لمصلحه الانديه، فاللي تشوف الانديه لا انا بقول لك اللي بيتقال. الرابطه مش بتشتغل لصالح الانديه، امال بتشتغل لصالح ايه؟ لصالح جمعه. اساسيه لمصر يعني. بطولة ليها تنسيق معين بيحضرها كبير ورانا الرئيس، ليها بروتوكول طول عمرها يعني. طبعا. فيهمنا ان احنا خد بالك الكره المصريه يكون احنا طرف اللي احنا نكون ان شاء الله نفوز يعني عبد الله ما خدش متعلقاته وراح كل حاجه مظبوطه يعني. اتظبطت يعني. كل حاجه بتتظبط ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى كده ان شاء الله. لا عبد الله لان غياب الزمالك عن البطولات دي حاجه مش كويسه. لا مش هو بقول لك تستعدوا من دلوقتي للموسم الجديد. احنا السنه اللي فاتت كل سنه هنقول احنا السنه اللي فاتت اشتركنا في 4 بطولات، بطوله افريقيا وكاس والرابطه والسوبر. السوبر مصر كنا اقرب حاجه ليه، وبعد كده كاس السوبر الافريقي طبعا اللي دايما ما بيجيبناش سيرته واللي ده مهم جدا. بتوزنا ب6-1 وتوزنا مش عارف ايه يعني. الحمد لله انا في 2014 كنت مدرب مع كابتن جورة الله يرحمه ونايمن منصور، والسنه دي برضه في البطوله دي كنت مشرف على الكوره وعضو مجلس اداره. حدثين كده بعد السوبر بعد السوبر نادرا مره بعمل 94 تقريبا 94 بعمل الذكرى دي يا كابتن سيد. يعني نادرا، التوفيق من عند ربنا وزي ما انا قلت التوفيق. انا كان وبعملها ذكرى عشان كسبنا ضربات الجزاء منك لله يحيى عطيه انت واسف ابراهيم والشناوي خليته لسه واللي ما يسواش واللي ما يسواش يحتفل ببطولات وكولر منه لله، وده منه لله لغايه اخر السنه. عبد الله السعيد، ونقف عند عبد الله السعيد لان في مفاجاه هقولها لحضراتكم دلوقتي وهبتدي بيها على طول. ما بحبش انا بقى ان انا اقعد اقول لك 600,000 حاجه لغايه لما نوصل. انا اقول لك القصه على طول للعنوان الرئيسي لجماهير الزمالك. توقعوا بنسبه لا تقل عن 95% ان عبد الله السعيد مش موجود مع الزمالك في لقاء نهائي الكاس قدام بيراميدز. مش موجود مع بيراميدز مع الزمالك في لقاء نهائي الكاس. عبد الله السعيد غالبا في هذا التوقيت هيكون بيحج، ربنا يتقبل من الجميع. وعبد الله السعيد حتى الان، حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، اللي هو يوم الثلاث 20/5 الساعه تقريبا 11 بالليل، عبد الله السعيد خارج نادي الزمالك الموسم القادم. طب ايه القصه؟ اقول لك بقى التفاصيل انه عبد الله السعيد تواصل مع الاستاذ عمرو الجنايني واتفقوا على بعض الحاجات، ابرز على كل الامور الماديه خلصانه، وعلى انه العقد 2 سنين. بعد كده مجلس الاداره ارتأى انه السنه الاولى تبقى خلاص موجوده في العقد، والسنه الثانيه تبقى بالاتفاق. يعني ما يبقاش العقد 2 سنين، او ما يبقاش العقد 2 سنين بشكل في استمراريه وتمديد او اوبا. هو عبد الله السعيد عملها معاكم؟ سلم لي على بتنجان اللي فيه صفقات. طب ما تقول. لا ما انا بقول لك خد دي وسيب دي، شيل دي. ما هي كده. ما انت لو الرابطه بتشتغل لصالح الانديه. الحمد لله على السلامه. او حلو جدا. لا ابراهيم ده مع السلامه. مع السلامه. تمام عوده حميده يا استاذ احمد. تمام مع السلامه. شوف كل تمام. حلو الفيلم بتاعك. فكرني على طول. شد الفيشن. كان في الفيلم بتاعك. الفيلم بتاع فؤاد المهندس كان لا هي دي صحيح. عموما هم كويسين والمقترح كويس وانا كويس وانا كويس ماليش دعوه. طيب
بتكلم في بصراحه يمكن انا زي ما بكلمك بره الفاصل والكلام بعيد عن النادي الاسماعيلي طبعا ونادي المحله اللي في الاول والاخر انا كراجل زملكاوي يمكن تاني فرقه بحبها الاسماعيلي بعد الزمالك. لكن انت النهارده قول لي الاستفاده من الدوري اللي انت بداته بلوايح وبدات اللي فيه منافسه وبداته في الاخر مفيش جديد. اللي في الاول والاخر انا بقول لك بره الفاصل ايه؟ طالما ما انت عملت القصه بتاعت الغاء الهبوط طب ايه لازمته اللي انت تلعب اخر جوله؟ طيب قال له بس يا جدع انت لسه راجع من ايقاف لما قلت لي بيجيب فلوس منين والزيتون والغسيل وبتاع. قال له جزر. خلاص يا عم. لا 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 كان عدة فيلم ده فيلم بتاع سعاد حسني على ما اتذكر يعني. لا تبعت فيديو الفيديو اللي من التبرنس العالي انزل اتاكد مدينا لايك ما تيجي الفيديو مش شايف فرام جالس كل الشرح في كل مكان. استنونا في فيديوهات كتير. دور بنور. سلام.